هو احنا هنبطل مقارنة امتى؟ بجد امتى؟ انت عارف هتحس نفسك اخف ازاي مجرد بس ما تركز مع نفسك؟ لما تركز بس انت كنت فين وبقيت فين وعايز تبقى فين، وركز قوي في عايز تبقى فين دي، عشان مهم ان ده يكون اللي انت عايزه فعلا، اللي انت بتحبه فعلا، واللي شغفك تجاهه فعلا، مش اللي المجتمع فرضه عليك، ولا اللي الناس قررت ان هو يبقى دورك، ولا اللي انت شايف ان الناس كلها وصلت له فانت لازم توصل له انت كمان. فين انا؟ لازم اعمل حاجة احس انه انا، انت فاهمني؟ ان الواحد يعيش بطبيعته وباللي ربنا خلقه جواه عشان يعيش بيه من غير تمثيل، من غير ضغط مجتمعي، من غير ما اكون صورة لحياتي ترضي توقعات ونظرة الناس عشان يقولوا الله ده جامد ومفيش منه، عشان حتى لو سمعت الكلمتين الحلوين دول هتحس لسه من جواك انك فاضي وفي حاجة ناقصة. ما هي الحاجة اللي ناقصة دي انك مش عايش بحقيقتك، مش حاسس بالمعنى الحقيقي لوجودك، مش حاسس بالميزة اللي عندك انت بس، وفاكر انك لازم تمشي طريق حد تاني عشان تبقى مميز زيه. اوقات بنتحط في طريق مجبرين ان احنا نمشي فيه، بس لازم نبقى عارفين ان هو مؤقت، ونحاول ونفكر على قد ما نقدر اننا ممكن من الطريق اللي مش عاجبنا ده نوصل للحاجة اللي احنا عايزينها بجد. في فيديو صادفني لعبد الحليم حقيقي بيلخص كل اللي انا قلته. يعني حضرتك مثلا بتتأثر بمين من أحسن المطربين في شعورك؟ بحب مين ولا بتأثر؟ بتتأثر بمين دلوقتي اه ما اقدرش اتأثر بحد والا هفقد شخصيتي. اسمر يا اسمراني. انا بحس ان ده الطريق الوحيد لسلامنا الداخلي، اننا نعيش بشخصيتنا وتأثيرنا الحقيقي.